بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. فهذا أخوة الإيمان مجلس نقرأ فيه كتاب الزهد للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد الشيباني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 87 و200 للهجرة. وسأذكر بعد كل حديث درجته من الصحة أو الضعف. أما الآثار الموقوفة فلا نذكر فيها ذلك إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: أخبرنا الحسين بن الحسن بن الحرب المروزي أخبرنا ابن المبارك عن ابن العيهة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. الحديث في صحيح الجامع. أخبرنا إبراهيم بن حجاج السامي أخبرنا بشار بن الحكم أبو بدر أخبرنا ثابت عن أنس قال: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر فقال: يا أبا ذر، ألا أدلك على خصلتين؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: عليك بحسن الخلق وطول الصمت، هو الذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهما. صحيح الجامع. أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسماء بن أخي جويرية أخبرنا ابن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال عقبة بن عامر: قلت يا رسول الله، ما النجاة؟ قال: املك عليك لسانك. صحيح الجامع. أخبرنا إبراهيم بن منذر الحزامي أخبرنا عمر بن عثمان عن أبيه عن ابن شهاب قال: أخبرني عبد الرحمن بن ماعز العامري أن سفيان بن عبد الله قال: قلت يا رسول الله، ما أكثر ما تخاف علي؟ قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال: هذا. الحديث في صحيح الترغيب. أخبرنا حسين بن مهدي أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مثله. أخبرنا أبو بكر أخبرنا غندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بن سفيان عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، أي شيء أتقى؟ فأشار بيده إلى لسانه. صحيح الترغيب. أخبرنا غندر عن شعبة عن الحكم قال: سمعت عروة بن النزال يحدث عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلك على أملك ذلك كله؟ فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لسانه. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بكل ما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ صحيح الجامع. أخبرنا أبو كريب أخبرنا رشدين بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به. قال: املك عليك. قال: املك عليك هذا، وأشار إلى لسانه. صحيح الجامع. أخبرنا حسين بن حسن أخبرنا ابن المبارك حدثني ابن لهيعة قال: أخبرني خالد بن أبي عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك لسانه طويلا ثم أرسله ثم قال: أتخوف عليكم هذا مرتين، ثم قال: يرحم الله عبدا قال خيرا فغنم به، أو سكت عن سوء فسلم. السلسلة الصحيحة برقم 55 و800. أخبرنا أبو موسى أخبرنا عيسى بن شعيب أبو الفضل الضرير أخبرنا الربيع بن سليمان النميري عن أبي عمرو مولى أنس بن مالك عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خزن لسانه ستر الله عورته، ومن كف غضبه
كفر الله عنه عذابه. الصحيحة برقم 2360. أخبرنا أبو بكر أخبرنا وكيع عن الأعمش وأنا بن نمير. أخبرنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. أخرجه مسلم. كذلك أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن أبي كثير عن عبد الله بن عمرو قال قام رجل فقال يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. صحيح الترغيب. أخبرنا بن نمير أخبرنا يعلى عن الأعمش عن أبي سعيد قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو فقال إنا نسألك عما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. كذلك أخبرنا أبو كريب أخبرنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ ما بين لحييه ورجليه دخل الجنة. صحيح الجامع. أخبرنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان قال أخبرنا إسماعيل بن أمية قال أخبرنا إسماعيل بن أمية قال كان عطاء يطيل الصمت فإذا تكلم يخيل إلينا أنه يؤيد. أخرجه أبو نعيم في الحلية. كذلك الجزء الثالث صفحة 313. أخبرنا حسين بن حسن أخبرنا ابن المبارك أخبرنا ابن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أخرجه البخاري ومسلم. كذلك أخبرنا حسين بن حسن أخبرنا ابن مبارك عن الجريري عن رجل قال رأيت ابن عباس قائما بين الركن والمقام آخذا بثمرة لسانه وهو يقول ويحك قل خيرا تغنم وأمسك عن الشر تسلم. فقيل له يا ابن عباس ما لك أخذت بثمرة لسانك؟ قال إنه بلغني أن العبد ليس هو على شيء من جسده أحنق منه على لسانه. أخرجه كذلك أبو نعيم في حلية الأولياء الجزء الأول صفحة 338. أخبرنا أبو بكر أخبرنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبيه قال دخل عمر على أبي بكر الصديق وهو آخذ بلسانه ويقول لساني أوردني الموارد. أخرجه كذلك الإمام مالك في الموطأ برقم 1855. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا الحفري أبو داود عن سفيان عن زيد بن أسلم عن أبيه قال أبو بكر رضي الله عنه لساني هذا أوردني الموارد. أخبرنا حسين أخبرنا ابن المبارك أخبرنا سفيان مثله. أخبرنا حسين بن الحسن أخبرنا ابن المبارك عن الأعمش أن شريحا كان إذا سمع الرجل يكثر قال أمسك عليك نفقتك. أخبرنا أبو موسى أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي أخبرنا أسامة بن زيد عن أبيه زيد بن أسلم عن جده أن عمر طلع على أبي بكر الصديق وهو آخذ بلسانه ينصنصه فقال ما هذا يا خليفة رسول الله؟ قال هذا أوردني الموارد. أخبرنا أبو بكر أخبرنا أبو معاوية وابن نمير ووكيع عن الأعمش عن يزيد بن حيان عن عنبس بن عقبة قال عبد الله
والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله غيره، ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. أخبرنا أبو موسى أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي أخبرنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله مثله. أخبرنا ابن مسكين أخبرنا عمرو بن الربيع أخبرنا يحيى بن أيوب عن بن زحر عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال: ما خلق الله شيئا بطول سجن أحق من لسان. أخبرنا أبو بكر أخبرنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: أحق ما طهر العبد لسانه. أخبرنا ابن نمير أخبرنا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن جده عن أبي هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله، ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الأجوفان، البطن واللسان. صحيح الترغيب. أخبرنا أبو بكر أخبرنا حفص بن غياث عن ابن عون عن عطاء الواسطي عن أنس بن مالك قال: لا يتقي الله عز وجل العبد حتى يخزن لسانه. أخبرنا حسين أخبرنا ابن المبارك أخبرنا ابن لهيعة عن عياش بن عباس عن شييم بن بيتان عن شفي الأصبحي قال: من كثر كلامه كثرت خطيئته. أخبرنا أبو بكر أخبرنا أبو أسامة عن زهير عن عطاء عن أبي هريرة قال: إياكم وفضول الكلام. أخبرنا عبد الوهاب بن نجده أخبرنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن شداد بن أوس قال: ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخطمها وأزمها غير كلمتي هذه. أخبرنا حسين بن حسن أخبرنا ابن المبارك عن عمر بن ذر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى عند لسان كل قائل، فاتقى الله امرؤ علم ما يقول. الحديث في السلسلة الضعيفة برقم 1953. أخبرنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان عن رجاء أن لقمان الحكيم قال لابنه: لو أن الكلام من فضة لكان السكوت من ذهب. أخرجه كذلك أحمد في الزهد. أخبرنا الحوطي أخبرنا ابن عياش عن شرحبيل قال: سمعت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن ملك لسانه وبكى على خطيئته ووسعه بيته. أخبرنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود أن عبد الله بن مسعود أوصى ابنه عبد الرحمن فقال: يا بني، إني أوصيك بتقوى الله، وأمسك عليك لسانك، وابكي من خطيئتك، ولسعك بيتك. أخبرنا شيخ مكة أخبرنا ابن أبي أويس عن ابن وهب عن مالك يعني ابن أنس عن سعيد بن أبي هند قال: وجدت الصمت أشد من الكلام. أخبرنا حسين أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكلمة الطيبة صدقة. أخرجه كذلك البخاري ومسلم. أخبرنا أبو موسى أخبرنا عبد الرحمن أخبرنا إسرائيل عن سعيد بن مسروق عن منذر التوري عن الربيع بن خثيم قال: يا بكر بن ماعز، خزن لسانك إلا مما لك أو عليك، فإني قد اتهمت الناس على ديني. أخبرنا أبو بكر أخبرنا أبو أسامة أخبرنا سفيان عن أبي المحجل عن ابن عمر عن ابن عمران بن حطان عن أبيه قال: قال أبو ذر: الساكت خير من قيل الشر. أخبرنا حسين بن حسن أخبرنا ابن المبارك عن أبي الأشهب عن الحسن قال: كانوا يقولون: لسان الحكيم من وراء قلبه، فإذا أراد أن يقول رجع إلى قلبه، فإن كان له قال، وإن كان عليه أمسك. وإن الجاهل قلبه في طرف لسانه، لا يرجع إلى القلب، ما أتى على لسانه تكلم به.
قال أبو الأشهب: وكانوا يقولون ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه.